بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي في قناة كنوز الصحة لتحضير أروع وألذ الأطباق الصحية. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. واليوم سأشارك معكم واحدة من الأطعمة المفضلة لدي والتي لا يمكنني الاستغناء عنها، وهي بيتزا محبوبة الجميع. وبما أن للبيتزا فوائد كثيرة طبعا إذا كانت مصنوعة بطريقة صحية، اخترت لكم بيتزا من مميزاتها أنها منخفضة الكربوهيدرات، وبالتالي التقليل من الأنسولين، حيث يساعد خفض الأنسولين على خسارة الوزن وذوبان دهون الكبد والتقليل من المشكلات المترتبة عن اضطرابات سكر الدم. وكل هذه الفوائد راح تكون في البيتزا التانا، وهذا بمكون سري اللي راح تتعرفوا عليه معايا. فيلا نبدأ مع بعض. سر نجاح هذه الوصفة هو صنع العجينة بطريقة صحية، وبما أن عجينة البيتزا هي من أكثر المكونات ضرراً، قمت بتعديل هذا المكون، وذلك باستبدال الدقيق بالقرنبيط المطحون، وهذا هو المكون السري. قد تستغربون من المكون، ولكن صدقوني راح تتحصلوا على أروع بيتزا، حتى أنها ألذ من بيتزا المطاعم. مكونات عجينة البيتزا جد بسيطة، حيث نحتاج فقط إلى كوبين من القرنبيط المطحون أو المبشور وكوب واحد من الجبن المبشور. أنا هنا استعملت جبن الجريير، كما يمكنك استعمال أي نوع آخر من الأجبان تفضلون، بشرط أن يكون عضوي، مثل جبن الغنم أو جبن الجودة أو الشيدار أو الجبن السويسري أو الموتزاريلا. فقط لا تستخدم الجبن الطري، فالجبن القاسي يساعد بشكل أفضل على تماسك العجينة، بالإضافة إلى النكهة الرائعة، وبذلك لن تكون بحاجة هنا لإضافة التوابل. أول شيء علي القيام به هو بشر القرنبيط في المبشرة أو طحنه في الآلة، ولكن المبشرة تعمل بشكل جيد. نبشر زهور القرنبيط حتى نتحصل على ما يقرب من كوبين من القرنبيط المبشور، وهذه هي النتيجة. في وعاء كبير نضع كوبين من القرنبيط المبشور وكوب من الجبن المبشور وحبة البيض، ونخلط الكل مع بعض بشكل جيد. في صينية نضع ورق الزبدة، ثم أقوم بفرد عجينة القرنبيط فوقها بشكل دائري وبسمك رقيق مثل عجينة البيتزا. نأخذ الصينية إلى الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونشغله فقط من تحت، ونضع الصينية من فوق ونتركها حوالي 20 دقيقة تقريبا حسب نوع كل فرن، ثم نخرجها من الفرن ونشغل الفرن فقط من فوق ونتركها تأخذ اللون الذهبي. في هذه الأثناء نقوم بتحضير صلصة البيتزا، ومكوناتها كالتالي: حبتين من الطماطم مبشور، وحبة بصل صغيرة مبشورة، وملعقة كبيرة من زبدة البقر، التوابل طبعا الملح، الفلفل الأحمر والزنجبيل والزعتر والكركم والفلفل الأسود. نضع كل هذه المقادير في كسرونة ونخلط جيدا، ونضعها في الفرن على نار هادئة، ونغطي الكسرونة بغطاء ونتركها حوالي ربع ساعة حتى تصبح بهذا الشكل، ثم نضيف نصف كأس ماء ونتركها تغلي حوالي 5 دقائق، ثم تصبح الصلصة جاهزة. نحول الصلصة من الفرن، وأقوم بطحن الصلصة بالخلاط اليدوي حتى تصبح الصلصة ناعمة ومتجانسة. في نفس الوقت جهزت معنا قشرة البيتزا، نخرجها من الفرن ونتركها حوالي 10 دقائق حتى تبرد، ثم ننزع ورق الزبدة برفق، وتبدو القشرة جميلة. كما تلاحظون ذابت كل المكونات معا وتحولت إلى قطعة موحدة باللون الذهبي الرائع. وننتقل لباقي مكونات البيتزا، ابتداء بصلصة الطماطم والجبن. أنا اخترت جبن الموتزاريلا وقطع صغيرة من الدجاج، وهنا حسب رغبة كل شخص. يمكنك إضافة البصل، الفلفل، الطماطم، الفطر، الطونة، الجبن المبشور أو الصلصة الجاهزة، طبعا تكون صحية. كما يمكنك إضافة وإنقاص أي مكون حسب المتوفر والمتاح لديك. نضع أولا الطماطم في وسط القشرة ونوزعها بالتساوي على كامل عجينة القرنبيط، ثم نوزع قطع الدجاج بهذا الشكل، ونقطع الموتزاريلا إلى شرائح ونضعها فوق قشرة البيتزا، وندخل البيتزا إلى الفرن المشغل من تحت وفوق على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يذوب الجبن حوالي 8 إلى 10 دقائق. لا يستغرق الأمر وقتا طويلا، وننزعها من الفرن لنتحصل على هذا الشكل. نضع القليل من زيت الزيتون فوق البيتزا، ونرش بالقليل من السماق والقليل من المعدنوس، ونتحصل على أروع وألذ بيتزا.
بيتزا أروع من بيتزا المطاعم، غنية بالفيتامين سي والفيتامين بي 6 والفيتامين بي 12 والألياف، تعزز المهارات المعرفية وتحسن المزاج، مفيدة جدا لإنقاص الوزن وأمراض السكري ومكافحة الشيخوخة. والخلاصة أن هناك طريقا دائما لإيجاد ما هو صحي ولذيذ في آن واحد. نتمنى أحبائي أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، وإذا فعلت لا تنسى وضع إعجاب واشتراك في القناة إذا كنت جديد معنا، ومشاركة هذا الفيديو مع كل شخص يهتم بصحته. نلتقي هنا في فيديو آخر ومع وصفة صحية أخرى. سلام.